120 دقيقة ديال اللعب الطويل اللي داز كله أعصاب على الجمهور المغربي، من بعد ركلات الترجيح اللي لعبت لنا على الأعصاب حرفيا. المنتخب المغربي تجاوز عقبة المنتخب النيجيري في نصف نهائي كأس أفريقيا. مباراة كانت امتداد للأداء الكبير اللي قدمه المنتخب المغربي قدام الكاميرون، وتأكد هذا الأداء ضد نيجيريا. الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة هي الهدف. وبعد ضمان تأهل نهائي المنتخب المغربي غادي يواجه منتخب السنغال في واحد من أقوى المباريات اللي غتشهدها القارة الأفريقية. منتخب السنغال وصل النهائي بعد انتصار ديالو في نصف النهائي ضد منتخب مصر، بعد السيطرة والاستحواذ الكبير على أطوار المباراة. فشكون هو المنتخب السنغالي؟ شنو هي طريقة اللعب ديالو؟ وشنو هي نقاط القوة ونقاط الضعف؟ هادشي كامل وأكثر غنشوفوه في هذا الفيديو. المنتخب المغربي اليوم كيدخل نهائي كأس أفريقيا وهو حامل معاه رصيد كبير، ماشي غير تقنيا ولا تكتيكيا، ولكن بالأساس ذهنيا ونفسيا. التأهل النهائي ما كانش سهل، وجا من نصف نهائي صعيب ومعقد ضد نيجيريا، مباراة شعت فيها الجماهير المغربية كل الأشكال التوتر والترقب وحتى الخوف، المشروع اللي كان تراكم عبر سنوات طويلة بالإخفاقات القارية. هذا الإحساس ما جاش من فراغ، بل هو نتيجة تاريخ طويل من الخيبات، نهائيات ضاعت، إقصاءات مفاجئة، وسيناريوهات كانت ديما كتخلي المشجع المغربي يعيش الكان بضغط أكثر من المتعة. لذلك ردة الفعل التأهل ما كانتش فرحة هستيرية، ولكن كان إحساس مختلط فيه ارتياح، الصدمة والتفريغ النفسي بعد عبور محطة كانت بالنسبة للكثيرين عقدة في طريق التتويج. تقنيا المنتخب المغربي قدم ضد نيجيريا أداء ناضج بزاف، ما كانش استحواذ مبالغ فيه وما كانش اندفاع غير محسوب، بل كان توازن واضح بين الدفاع والهجوم، وبين الصبر والبحث عن اللحظة المناسبة. نيجيريا دخلت المباراة بقوة هجومية كبيرة بأسماء معروفة، قدرتها على خلق الخطر من أنصاف الفرص، ومنظومة لعب مبنية على الضغط في العمق واستغلال التحولات السريعة. مع ذلك المغرب عرف كيفاش يحتوي هذه القوة، خصوصا تنظيم دفاعي منضبط وتضحيات كبيرة من جميع اللاعبين بدون استثناء. الخط الخلفي بقيادة نايف أجرد وماسين قدموا مباراة مرجعية، سواء في الكرات الهوائية أو في التمركز، والأظهرة كذلك لعبوا بأدوار مزدوجة بين الدفاع والمساندة الهجومية بوعي كبير بالمخاطر. هجوميا المغرب خلق فرص كثيرة واصطدم إما بقلة التركيز أو من عدم الحظ، واللي كان واحد من أسباب وصول المباراة لركلات الترجيح. الفريق ما فقدش التركيز وبقى محافظ على الهدوء ديالو في أسوأ اللحظات. ركلات الترجيح كانت اختبار ذهني حقيقي، وهنا بان الفرق بين منتخب عاش تجارب كبيرة في مواعيد الكبرى ومنتخب قدر يحول الضغط لثقة. ياسين بونو مرة أخرى أكد أنه عنصر حاسم، ماشي غير كحارس مرمى ولكن كلاعب كيعطي الأمل والثقة للزملاء ديالو. هاد اللحظة كانت مفصلية وحررت اللاعبين ذهنيا، وخلاتهم يحسوا أنهم تجاوزوا واحد من أكبر الحواجز النفسية في تاريخ مشاركات المغرب في الكان. واليوم قبل نهائي السنغال السياق مختلف ولكن التحدي باقي كبير. السنغال منتخب قوي بدنيا ومنظم وعنده تجربة في التتويج، وما غاديش يكون خصم سهل. العامل البدني غادي يلعب دور مهم، خصوصا بعد 120 دقيقة المرهقة ضد نيجيريا، في حين أن السنغال لعبت مباراة أقل الاستنزاف. هنا غيبان دور الطاقم التقني والطبي في الاسترجاع البدني، تدبير المجهود واختيار التفاصيل الصغيرة اللي كتفصل بين الفوز والخسارة. ولكن في المقابل المنتخب المغربي كيدخل النهائي مسلح بحاجة أساسية اللي هي النضج. نضج في التعامل مع الضغط، نضج في قراءة المباريات، ونضج في تقبل الصعوبات. مبقاتش عندنا ديك العجلة ولا التسرع اللي كيطيح الفريق في أخطاء القاتلة. وليد الكراكي يلعب دور محوري في هذا التحول، حيت عاش نفس المعاناة كلاعب وكيعرف عقلية المشجع المغربي، واعي بأن النجاح في أفريقيا ما كيجيش بالجمالية فقط، ولكن بالصبر والواقعية وإدارة اللحظات الصعبة. نهائي كأس أفريقيا بالنسبة للمغرب ما هواش غير مباراة على اللقب، بل هو مواجهة مع التاريخ، مع الذاكرة، مع جيل كامل ما شافش الكأس. اللاعبون اليوم واعيين بهذه المسؤولية، ولكن الأهم أن هذا الوعي ما بقاش كيشغلهم، بل ولا دافع كبير ليهم. إلا حافظ المنتخب المغربي على نفس التركيز، نفس الانضباط ونفس الروح الجماعية، فالحظوظ في التتويج غتكون كبيرة. النهائي ما خصوش اندفاع، بل عقل الباردة، قراءة ذكية، واستغلال أنصاف الفرص. حيت في هذا المستوى التفاصيل الصغيرة هي اللي كتحسن. وفي الأخير بغض النظر عن النتيجة، المغرب اليوم منتخب وصل لمرحلة جديدة في تاريخه القاري، مرحلة فيها الثقة، استمرارية، وقدرة على الوقوف تحت الضغط. وهذا الشيء بوحده تطور كبير، ولكن الطموح دابا واضح: التتويج باللقب، ويبقى الكاس في المغرب، وكسر عقدة دامت عقود، والدخول فعليا لمرحلة المنتخبات اللي كتنافس على الألقاب بثبات، ماشي غير مرة واحدة. السلام عليكم.